الفيلم بيبدأ بواحد اسمه وونج والتاني اسمه هادز، وهم بيجروا من وسط غابة وعليهم علامات الرعب وكأن في حاجة بتجري وراهم. أول ما خرجوا من الغابة اتفاجئوا إنهم واقفين قدام شط البحر، فقاموا بسرعة يدوروا على أي قارب، وفعلا لقوا واحد قدامهم وبدأوا يسحبوه ناحية الشط. كمان لقوا مسدس تحت القارب. وونج رجع علشان ينادي على صاحبهم الثالث اللي اسمه هونجو، واللي كان وقتها فوق شجرة بيجمع ثمار. لكن لسوء حظهم سمعوا صوت مرعب وفهموا إن مكانهم اتكشف. شاي جري بسرعة، أما هونج فبدل ما يهرب قرر ياخد الثمار معاه، وده كان غباء منه لأنه ملحقش يوصل للشط، وظهر ديناصور وراه وبدأ يجري وراه لحد ما وقع على الأرض والديناصور مسكه وبدأ ياكله. وونج حاول يضرب على الديناصور نار لكن مفيش فايدة، فاضطر هو وهادز يهربوا ويسيبوه. في نفس الوقت كان في 2 طيارين بيعملوا تمشيط للمنطقة. عرفنا إن في حدود معينة ما ينفعش يعدوها لأنها منطقة محظور الطيران فيها، وكل اللي بيقرب منها بيختفي وما بيرجعش. لكن ليه؟ قالت إن شغلهم بقى ممل والمفروض يقربوا أكتر من المنطقة المحظورة، شايفة إنها هتبقى مغامرة جديدة. زميلها رفض الفكرة لكن هي كانت مصممة. وأول ما قربوا من الجزيرة شافوا شابين راسمين على الرمل نداء استغاثة، ومن غير تفكير قرروا ينقذوهم. نزلوا الجزيرة وسقوهم مية لأنهم كانوا هيموتوا من العطش، وكان باين عليهم التوتر وكأنهم مصدومين نفسيا. بالعافية عرفوا يقولوا هم مين وليه هم في المكان ده. هادز كان طول الوقت بيقول إنه عايز يمشي ويرجع بيته، ولما عرفوا إنهم كانوا ضمن طاقم استكشاف المنطقة المحظورة ليه سألتهم بسرعة عن أبوها اللي كان قائد الرحلة واختفى من سنة وما رجعش. لكن وونج قال لها إنهم اتعرضوا لهجوم وما يعرفش عنه حاجة. أنطون قرر يرجعهم للبر الرئيسي، لكن قبل ما يطلعوا الطيارة أخذ المسدس من وونج لأنه ما كانش واثق فيه. بدأوا يتحركوا، لكن ليه كانت عايزة تدخل المنطقة المحظورة تدور على أبوها، بينما هادز وونج كانوا مصممين يرجعوا لبيوتهم، لحد ما شافوا طيارات مجهولة الهوية بتتجه ناحية المنطقة المحظورة. أنطون حاول يتواصل مع الطيارات ويحذرهم إن المكان ده ممنوع الطيران فيه، لكن محدش رد عليه. ساعتها ليه قالت له طالما في طيارات رايحة هناك يبقى احنا كمان نقدر نروح وراهم. رغم تحذيرات وونج وهادز محدش سمع كلامهم. أول ما دخلوا المنطقة المحظورة شافوا غيمة كبيرة والجو كان مضطرب ورعدي، لكنهم كملوا ورا الطيارات المجهولة. وفجأة ظهر سرب من الحيوانات الطايرة شبه الديناصورات وبدأ يهجم عليهم، لكن اتضح إن الطيارات المجهولة دي في الأساس طيارات حربية وراكب فيها جنود مسلحين، وبدأوا يضربوا فيهم بالنار. بس عدد الحيوانات كان كبير جدا والمواجهة كانت صعبة على الجنود، خصوصا بعد ما اتقتل منهم كذا واحد. بالغلط ضربوا صاروخ على ديناصور، لكن الصاروخ خبط في طيارة حربية تانية وانفجرت، والانفجار تسبب في موت كل اللي فيها. جزء من الطيارة المنفجرة خبط في طيارة أنطون، وبسبب ده هادز وقع من الطيارة، وكمان الطيارة بدأت تقرب من الأرض. أنطون قال لي تاخد هادز ووانج وتنزل بيهم بسرعة، ولما الطيارة قربت من المية أنطون رمى نفسه في البحر علشان ينقذ حياته. كده كل واحد فيهم بقى في مكان مختلف. أنطون لما خرج من البحر لقى جثة جندي على الشط وحواليه مجموعة كبيرة من الديناصورات الصغيرة. قرب منهم وأخد من الجثة الواقي ولبسه، وكمان أخد جزمته وسلاحه وغطى وشه وقرر يدور على لي. في نفس الوقت لي كانت واقعة على الأرض ومغمى عليها، ولما فاقت اتفاجئت بكائن غريب بيقرب منها. كانت مرعوبة جدا، لكن الكائن ده ما هاجمهاش، ولما لمسته حست وكأنه حيوان أليف. في اللحظة دي وانج شافها وجري عليها وقال لها إن الحيوان ده اسمه ترايسيراتس، وإنه مسالم وما بيهجمش زي باقي الديناصورات. في الأول لي ما كانتش مصدقة إن في ديناصورات، لكن بعد دقايق شافت عدد كبير منهم بيجروا، وشافت ديناصور ضخم بياكل واحد منهم وقررت تضربه، لكن أول ما بص عليهم خافوا جريوا بسرعة. أما أنطون فشاف هادز متعلق على شجرة وكان واضح إنه فاقد الذاكرة. قال له لو عايز تعيش امشي ورايا واسمع كلامي. وهم ماشيين فجأة قابلوا ديناصور صغير. هادز كان لسه مشوش وخايف فوقع على الأرض وشافه وكأنه ديناصور ضخم. أنطون فهمه إنه صغير ومش هياكله، فساعتها هادز قال إنه شبه الفرخة لدرجة إنه جري وراه علشان يشوف طعمه زي الفراخ ولا لأ. أنطون جري وراه لحد ما
اتفاجئوا إنهم قدام الديناصور الأم، فجريوا بسرعة. بعد شوية وقف وبدأ يضرب عليها نار، لكن المفاجأة إن في مجموعة جنود لسه عايشين في الغابة وسمعوا صوت الضرب. أنطون فضل يضرب الديناصور بعدد كبير من الرصاص لحد ما وقع على الأرض، فقرروا يهربوا قبل ما يقوم تاني. في الوقت ده شاف لي خارجة ومعاها وانج، لكن هادز كان لسه فاقد الذاكرة لدرجة إنه سأل على صاحبهم الثالث هونجو، رغم إنه وانج حكاله اللي حصل تاني لكنه برضه مش فاكر حاجة. وفجأة ظهر هونجو بيجري وبيشاور لهم، وفهمنا إن الديناصور سابه بعد ما هرب. لكن فجأة ديناصور ضخم جدا جري وراه، والمرة دي مسكه وقطع جسمه ورماه. أنطون بدأ يضرب عليه نار، لكن الديناصور ما كانش بيتأثر وبيقرب منه وكان هيقتله. في اللحظة دي ظهر جنود الجيش بأسلحتهم وبدأوا يضربوا عليه نار لحد ما وقع ومات. فرقة الجيش ما كشفتش عن نفسها وخلوهم يركبوا معاهم بدل ما يموتوا لوحدهم في الغابة. وفي الطريق بيل اتكلمت مع القائد اللي اسمه كوين وسألته عن بعثة دخلت المنطقة المحظورة من سنة ومحدش عرف عنها حاجة. سألته عن القائد اللي كان اسمه لو، فرد باستهتار وقال لها غالبا اللي بتسألي عليه ده أبوكي، بس للأسف معرفش عنه حاجة. وفي اللحظة دي هجم عليهم ديناصور فقتلوه بسرعة. أنطون قال لهم لازم نتحرك من هنا، الديناصورات ممكن تيجي علينا من كل اتجاه. وفعلا اتحركوا ووصلوا المكان آمن وعملوا معسكر صغير وأكلوا فيه. ساعتها أنطون حاول يتكلم مع وانج ويسأله عن كاو، فقال له إنه شافه قبل كده لكن ما يعرفش هو بيعمل إيه في الجزيرة. أنطون فضل يسأله عن سبب البعثة اللي جات الجزيرة من سنة، لكن وانج قال إنه ما يعرفش أي حاجة. أنطون بدأ يخوفه وقال له لو مصدق إن كوين ممكن يخرجنا من هنا بسلام وهو في الأساس موجود علشان مهمة معينة، يبقى هيخاف نبلغ عنه وغالبا ممكن يقتلنا. الكلام ده خوف وونج. وقتها قال لأنطون إن البعثة اللي كان قائدها له كانت جاية علشان تزرع ألغام في الجزيرة، لأن بعد التجارب اللي عملوها على الديناصورات بدأت تتكاثر بشكل جنوني وخارج عن السيطرة. علشان كده الحل كان تفجير ضخم في كل أنحاء الجزيرة. التفجير ده هيعمل زلزال كبير يغرق الجزيرة كلها في المحيط. لكن المهمة فشلت لأن لو رفض ينفذ التفجير في اللحظات الأخيرة. بعدها ظهر كاون، وده معناه احتمالين. الاحتمال الأول إنه جاي يكمل مهمة القائد لو ويفجر الجزيرة فعلا. الاحتمال التاني إنه ضد فكرة غرق الجزيرة وجاي علشان يشيل المتفجرات منها. وساعتها ليه كانت سمع كل الكلام وجات لهم وقالت احنا لازم نعرف سبب وجود كاون هنا علشان نعرف ناخد قرار. تاني يوم الصبح ليه اتفاجئت ان في عدد كبير من الحيوانات بيهرب، وده معناه اكيد في ديناصور ضخم جاي. فعلا شافت حراس الليل بيجروا وكل فريق كاون خرج وجهز نفسه علشان يقتلوا الديناصور، لكن مهما ضربوا عليه نار ما كانش بيتأثر. وونج ولي ومعاهم هادز هربوا ناحية العربية، وبعد دقائق طويلة من الضرب اتأكدوا إن الرصاص العادي مستحيل يقتله وكان لازم يهربوا. أول ما وصلوا للعربية ركبوا بسرعة وهربوا، لكن كاون كان مصمم يرجع يقتله، وعلشان كده قرر يجمع كل الذخيرة والأسلحة التقيلة علشان يواجهه تاني. وبسبب إن عدد كبير من رجالته مات قرر يدي سلاح لوونج وهادز، لكن هادز كانت حالته بتسوء وبقى ينسى هم بيعملوا ايه اصلا. فجأة بدأ يجمع ثمار جوز الهند زي ما كان متعود طول السنة اللي فاتت. كاون حذره وقال له اوعى تتخلف عننا، ده هيتحسب خيانة وهروب. رجع وونج علشان يفوقه وفضل يضربه ويرمي جوز الهند بعيد، لكن هادز كان بيعيط ومصمم يجمعهم. فجأة ظهر ديناصور ضخم من وراه ومسكه، بدأوا يضربوا عليه نار علشان ينقذوه وفعلا وقع على الأرض. وونج وأنطون جريوا عليه علشان يسحبوه، لكن الديناصور كان على وشك يدوس عليهم. بالعافية نجوا بحياتهم وسحبوا هادز وهربوا بسرعة. وفي الطريق وقفوا علشان ينقذوا هادز لأنه كان لسه عايش لكن جسمه متدمر. هادز مات، وساعتها وونج اتعصب وهدد كاون بالمسدس وسأله انت بتعمل ايه هنا؟ اكيد في سبب مهم يخليك تيجي المكان ده برجلك. لكن كاون ضربه واخد المسدس وقال له انا مش ملزوم اقول لك كل حاجة. بس علشان يهدوه ويبطلوا يشكوا فيه قال لهم انه جاي علشان ينقذ اي حد في الجزيرة، وبعدها هيدور على القنبلة ويدمر الجزيرة. كمان اعترف انه مش تبع الجيش وانهم مجموعة مرتزقة شغالين مقابل الفلوس ولسه مش عارفين هيخرجوا ازاي من الجزيرة، لكن كل ما المهمة تبقى اصعب المقابل هيكون اكبر.
وونج قال له إنه عايش في الجزيرة دي أكتر من سنة وممكن يساعدهم يوصلوا للقنبلة، وفعلا بدأوا يتحركوا لحد ما وصلوا لمدخل كهف تحت الأرض. المشكلة إن أنطون لقى جهاز لاسلكي وسألهم إذا كان بتاعهم، وفهم إن عندهم خطة بديلة للخروج من الجزيرة. كاون قال له إنه أكيد عنده خطة تانية، لكنهم لسه محتاجين يكملوا المهمة علشان الفلوس، وقال لهم لولايا كنتوا هتموتوا هنا. وونج اتهمهم بالكذب وإنهم مخبيين حاجة، فكاون ضربوا بالنار في رجله وأمر رجالته ياخدوا الجهاز من أنطون ويحتفظوا بيه علشان يراقبوهم. بعدين بدأوا ينزلوا الكهف ويدوروا على القنابل، ولما وصلوا لمفترق طرق قرروا يتفرقوا. بس بعد شوية بدأوا يسمعوا أصوات غريبة، وفجأة خرجت من الكهف ديناصورات كتير وهجمتهم. أنطون وليه سمعوا صوت ضرب نار من جوه، فقالوا للجندي اللي معاهم ادينا الأسلحة علشان ندخل نساعدهم، وده لأن القائد كوين لو مات عمرهم ما هيعرفوا يخرجوا من هنا أبداً. وفعلا اقتنع بكلامهم وقرر يدخل معاهم علشان يساعدهم. ولما دخلوا لقوا عدد كبير جدا من الديناصورات وبدأوا يضربوا عليهم نار ويقتلوهم، بس عشان عددهم كان ضخم اضطروا يستخدموا القنابل اليدوية. بسبب القنابل دي الكهف بدأ يتشقق ويقع، وكان لازم يخرجوا بسرعة قبل ما يندفنوا فيه. لكن كوين كان رافض يخرج وقال 9 من رجالتي ماتوا، ولو خرجنا دلوقتي مش هناخد فلوس وكمان موتهم هيبقى على الفاضي. بس الكهف كان بينهار وبيقفل كل الطرق ومفيش أي حل غير الخروج بسرعة. وفعلا انسحبوا كلهم، وكوين بلغ باللاسلكي إن المهمة فشلت وإنهم لازم يخلوا الجزيرة فورا، واتفقوا على ميعاد مقابلة بعد ساعتين. وفي طريقهم للخروج فجأة شافوا أكبر نوع ديناصور في الجزيرة، لكن من حسن حظهم إنها كانت ديناصورات مسالمة ومش هتأذيهم. وهم مبهورين بيها ظهرت الديناصورات الطايرة وبدأت تهاجمهم وخطفت واحد من على الأرض. كوين ضرب عليها نار لحد ما سابته يقع، لكن الديناصورات الضخمة وهي بتهرب داست عليه وقتلته، فاضطروا يهربوا بسرعة لحد ما وصلوا لشط البحر. وهناك كوين قال لهم سلموا الأسلحة، احنا خلاص مش محتاجينها. ولما أخدها بلغ الطيار في اللاسلكي إنهم هيكونوا 3 بس، وقرر يخونهم ويسيبهم في الجزيرة، وقال لهم لازم تفضلوا هنا علشان أسرار الجزيرة ما تتفضحش. لكن لسوء حظه الديناصورات هجمت فجأة وقتلت 2 من رجالته، وما بقاش غيره هو وأنطون. أنطون جري علشان ياخد سلاح يدافع بيه، لكن كوين ضرب نار جنب السلاح وهدد إنه هيقتلهم كلهم، وهو مش واخد باله إن في ديناصور ضخم بيقرب منه. ولما أنطون شاف الطيارة جاية قال له إحنا هنخرج من هنا وإنت اللي هتفضل في الجزيرة طول عمرك. كوين بص وراه لقى الديناصور فوقه مباشرة وملحقش يهرب واتقتل. أنطون أخد السلاح، لكن الديناصور قرر يسيبهم ويرجع تاني، وبكده يكون كوين وكل فريقه ماتوا، والطيارة خدت أنطون ولي ووانج لبر الأمان. ولحد هنا بينتهي الفيلم. أتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.